الوصفة دي عملناها السنة اللي فاتت وجابت مشاهدات عالية جدا. طبعا مع احترامي للكنافة والقطايف والحاجات الجميلة بتاعة رمضان، الوصفة دي بتبقى خفيفة كده بعد الفطار وحلوة جدا. هنبدأ على طول. معانا كوباية من الفراولة، هنقطعها ونعصرها ونصفيها. هنضيف عليها سكر على حسب الرغبة، ونضيف عليها كمان 4 معالق من النشا. هنقلبهم زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده هنجيب معانا كيلو من الحليب، هنضيف عليه الخليط اللي احنا عملناه ده. ولو عايزة تحط لون احمر كده حطي، مفيش مشكلة. هنقلبها هتبقى معانا مهلبية فراولة تحفة تحفة تحفة. بعد كده هنسيبها طبعا في الاطباق بتاعتنا، ونروح على طول على النار. معانا فراولة متقطعة برضو على حسب ما انت عايزة، مفيش كمية معينة. ونضيف عليها سكر برضو على حسب الرغبة، ونهدي عليها النار لحد لما تستوي. وبعد كده هنضيفها على الاطباق بتاعتنا كده، ونسيبها طبعا تبرد. طبعا الجو برد جدا فمش محتاجة تدخل تلاجة ولا اي حاجة. جميلة، خفيفة، مش مكلفة، سهلة ومكوناتها بسيطة. واشوفكم دايما بألف خير.